لو عاجبك شكل الساندوتش دوت وانتي من هواة اكل الشاورما، تعالي معايا شوفي الفيديو دوت، هتعملي احلى طبق شاورما في 10 دقايق. تعالي معايا ونشوف الشاورما بتتعمل ازاي. اول حاجة بتجيبي اللحمة من الجزار وتخليه يقطعها لك تقطيع الشاورما زي ما حضرتك شايفة كده، وبتحطي على النص كيلو لحمة شاورما بتحطي ربع كوباية خل وتنقعيها في الخل وكوباية الزبادي لتاني يوم. سهلة جدا وبسيطة. بتجيبي خضار بتقطعيه. أول حاجة اللي هي أهم حاجة في الخضار دي الطماطم، فلفل أخضر، توم، بصل، و دي البقدونس. البقدونس ده اهم حاجة للشاورما. طبعا خلاص كده هي اتنقعت في الخل والزبادي لتاني يوم. بتجيبي طاسة على النار، طاسة حطي فيها زيت زي ما حضرتك شايفة كده. زي ما حضرتك شايفة بنحط زيت في الطاسة على النار، وننزل اول ما الزيت يسخن ننزل باللحمة، لحمة الشاورما، نديها صدمة. أول حاجة ندي للحمة صدمة علشان ما تتهريش وانتي شغالة بيها. زي ما حضرتك شايفة كده احنا نزلنا باللحمة اهوت على الزيت السخن ونقلب علشان اللحمة ما تلزقش. قلبي كام تقليبة كده للحمة وحطي يعني ربع كوباية مية وسيبي بقى اللحمة مع المية شوية عشان تستوي كويس. تمام كده اهو زي ما حضرتك شايفة ده شكل اللحمة بعد ما شربت المية وبعد ما استوت. نحط ننزل بقى عليها بالبقدونس. اول حاجة ننزل بالبقدونس لان البقدونس ملك الشاورما طبعا واهم خضار بيتحط على الشاورما. نقلب كويس البقدونس مع اللحمة زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا بعد ما اللحمة مع البقدونس تقلبوا تقلبتين كده 3، ننزل بالطماطم وبالفلفل الأخضر. عايزاه حامي حطي فلفل حامي، عايزاه رومي حطي فلفل رومي، دي براحتك. ويا ريت لو الفيديو عجب حضرتك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وإعادة نشر للفيديو.